السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده إن شاء الله هيكون هو الفيديو المثبت على القناة دي هنتابع فيها إن شاء الله كل الخصومات، وغير كده كمان هنبدأ نتكلم عن إزاي تستفاد من منصة ينفع أقصى استفادة، وإزاي تحصل على أقل سعر. فتعالوا كده في الفيديو دوّة نتكلم فيه عن منصة ينفع وإزاي تسجل فيها، ونجاوب على أغلب الأسئلة اللي ممكن أي شخص محتاجها، وإزاي تحصل على أقل سعر الاشتراك في المنصة، وإزاي تدفع. أول حاجة أنت بتبحث عن منصة ينفع، فبتيجي كده على جوجل وتكتب ينفع YANFAA أو تكتب ينفع بالعربي. هيبدأ يظهر لك النتايج بالشكل دوّة، تقدر تدخل على أي نتيجة تظهر لك، هتضغط كده المنصة هتبدأ تفتح معاك بالشكل دوّة. هنا كده أنت بتبدأ تلاحظ إن أنت تقدر تعمل تسجيل دخول لو ليك حساب قبل كده، ومن هنا مسارات التعلُّم لو أنت حابب إن أنت مثلًا تدخل تتعلّم وليكن social media، اللي هي التصميمات، لو حابب تتعلّم مثلًا التعديل على الصور، لو حابب تتعلّم مثلًا graphic، لو حابب تتعلّم إزاي فكرة صناعة اللوجو عامةً، وهكذا بقى في باقي الحاجات. بُص عليهم بصّة كده وشوف أنت حابب إيه منّهم. دي جزئية أنت ممكن تعملها، وجزئية تانية أنت ممكن تيجي هنا تاني على ينفع، ومن هنا هتبدأ تلاحظ إن أول حاجة خالص ظهرت لك هنا كده، وهو العرض اللي المنصة عاملاه. طبعًا أنت في أي وقت حابب تشترك فيه، طبعًا هو كل فترة الاشتراك بيغلى، فالطبيعي إن أنت أول ما تنوي تشترك اتكل على الله واشترك على طول. فأي خصم موجود على المنصة، أنت لو استخدمت promo code داود 23 اللي ظاهر قدامك دوّة DAOUD 23، هتحصل على سعر يعني أقل سعر ممكن، ما فيش يعني مش هيكون في سعر أقل من كده، تمام؟ هاوريكم دلوقتي ده عمل إزاي. بعد كده بتنزل هنا بتبُص كده بصّة، بيقول لك إن في أكتر من 475,000 متعلم، وأكتر من 400 دورة، وأكتر من 230 شهادة. الشهادة دي طلعت يعني، وهاوريكم دلوقتي الشهادات اللي أنا خدتها على المنصة، لإني على المنصة من 2020. وطبعًا عدد الدقايق برضه اللي بيتشاهد على القناة وبشكل دوري، يعني لو في حد دلوقتي بيشاهد وفي دقيقة مثلًا كمان يعني اتشافت، فبتبدأ تظهر دلوقتي. ننزل بقى تحت، هنا بتلاقي بقى الأقسام. لو أنت مثلًا داخل حابب تتعلم مثلًا وليكن تسويق، تضغط على قسم التسويق، فبيبدأ يظهر لك كل الكورسات اللي موجودة هنا وخاصة بالتسويق. دي يعتبر الكورسات اللي هي واخدة يعني score عالي، أو الناس بتشاهدها بشكل كبير خلال آخر شهر، تمام؟ فدي أكثر مشاهدة خلال آخر شهر، وممكن تخلّيها آخر أسبوع، فبيبدأ يظهر لك برضه الكورسات اللي خلال آخر أسبوع الناس بتشوفها، أو خلال آخر سنة بنفس الطريقة. وهنا دي الكورسات الحديثة اللي نزلت مؤخرًا، فأنت بتقدر تشوفها من هنا وتنزل تحت تشوف المزيد برضه. أنا الكورس بتاعي أهوّة، فبتبدأ تنزل وهكذا برضه. فدي الكورسات اللي هي موجودة تخُص اللي هو موضوع التسويق. طيب هكذا بقى في نفس المجالات عشان ما ناخدش وقت طويل، لو جيت في صناعة المحتوى هتبدأ تلاقي الكورسات اللي هي الأكثر مشاهدة، نفس الفكرة برضه هنا. أنا أهوّة الكورس بتاعي أهوّة، وليّا كورس تاني كمان أهوّة، وبعدين بتنزل تحت تلاقي أحدث الكورسات، وتنزل بقى تحت تلاقي باقي الكورسات الخاصة بالمجال دوّة. تقعد تنزل كده براحتك عادي جدًا، تمام كده؟ تمام. طيب دلوقتي أنت مثلًا مش عارف هل أشترك في منصة ينفع والّا لأ؟ ده سؤال مهم جدًا. بُص، أنت الطبيعي إن أنت بتدخل على المنصة وتبدأ تبُص عليها. أول حاجة أنا حابب أقول لك إن الاشتراك بتاعها ضعيف جدًا، يعني أكتر حاجة حفّزتني إن أنا أشترك أول حاجة خالص إن الاشتراك بتاعها بسيط. فأنا قُلت أنا من خلال ال400 كورس اللي موجودين أياميها كان حوالي 200 كورس أو حاجة زي كده، فأنا قُلت إني لو اشتركت في كورس واحد بس من ال200 كورس دول، مش اشتركت في كورس واحد، يعني لو استفدت بكورس واحد من ال200 كورس اللي موجودين، فحرفيًا الاستفادة أعلى من الاشتراك. فلمّا نيجي نتكلم مثلًا في اشتراك بسيط جدًا 350، 500، 700 على حسب برضه الوقت اللي أنت بتشترك فيه، فحرفيًا رقم بسيط جدًا مقابل إن أنت بتحصل على عدد الكورسات دي. أنا من وجهة نظري أنت بتدخل تشوف هل أنت محتاج حاجة من الحاجات دي. يعني مثلًا وليكن لو أنت مهتم بالألماني، فأنت عندك مثلًا الألماني في كورسات جاهزة في الألماني ومستوى قوي جدًا، جدًا، جدًا. يعني مثلًا الأستاذ عبد الله فاروق، لو جيت دخلت كده على الصفحة بتاعة الكورسات بتاعته، وجينا دخلنا على الاسم بتاعه كده، أنت أي شخص لو ضغطت على الصورة بتاعته بيجيب لك كل الكورسات اللي هو عاملها. فأنت هتلاحظ إن هو عامل مستويات كتير جدًا في الألماني، حرفيًا حاجات تتخطى ال20 ساعة أو أكتر، يعني أكتر من 22 ساعة كمان، أو ممكن نوصل كمان لأكتر من 27 ساعة، عدد كبير جدًا في الألماني. فأنت لو مهتم بالألماني ودخلت اشتركت عشان الكورس ده بس، فأنت حرفيًا استفدت استفادة قوية جدًا، جدًا، جدًا. فدي جزئية مهمة ناخد بالنا منها.
نيجي بقى بعد كده نبص بصة كمان. أنا دلوقتي مثلا وليكن داخل مهتم بصناعة المحتوى، فهدخل كده كورسات صناعة المحتوى. كل كورس من دول بيبقى فيه كلام مكتوب انت هتحصل على ايه في الكورس، وفي نفس الوقت الشخص بيقول لك انت هتستفاد إيه من الكورس. يعني مثلا لو جينا دخلنا على الكورس بتاعي مثلا دوت او الكورس ده مثلا، فانت هنا لو تلاحظ قبل ما اشترك لسه هو بيقول لي اشترك، هو بيقول لك اشترك ازاي الان، تعمل فانت هتحصل على جميع الكورسات مش كورس واحد. هنا بيقول لك ان عدد الدروس بتبقى كام، مدة الكورس كله كام، ومين المدرب. تقدر تشوف المدرب ده مين عن طريق انت تضغط على الاسم او تنزل تحت، بيقول لك هنا التعريف بالشخص المدرب دوت، وبيقول لك هنا ان انت هتتعلم في الكورس دوت كذا وكذا 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 زي ما انت شايف كده. وفي نفس الوقت انت بتشوف الانترو وتبدأ تشوف هل الكورسات اللي موجودة، ما هو كل محاضر بيقول هيدي في الكورس ده ايه، فانت بتشوف كل الكورسات الموجودة هل الكورسات دي فعلا انت محتاجها، هل الإفادة اللي هو بيقولها انت عايزها فعلا. فتعالوا نبص مثلا مثال بسيط. قناة يوتيوب، سواء عندك مهارة في حاجة معينة أو عندك معرفة حابب تقدمها للناس، أو أنت شخص حابب أصلا تقدم محتوى عبر اليوتيوب. أنا محمد داود، يوتيوبر وسوشيال ميديا سبيشاليست، خبرة أكتر من 5 سنين في مجال اليوتيوب والسوشيال ميديا. وفي الكورس ده هنتعلم مع بعض إن شاء الله إزاي إن أنت تبدأ تعمل قناة يوتيوب، وإزاي تظبط الإعدادات بتاعتها، وإزاي ترفع الفيديو بشكل صحيح عشان يجيب نسب مشاهدة كويسة، وإزاي تعمل إعلانات تخلي الفيديوهات دي تتصدر نتائج البحث، وحاجات تانية كتير هنتعلمها في الكورس. تمام كده. فانت هنا اهو شفت الكورس ده. طيب مثال تاني برضو، انا وليكن مهتم مثلا بالريل، ان انا عايز اعمل فيديوهات ريلز، فهبدا اشوف الفيديو. فانا اكتشفت ان في كورس 2 عاجبني، انا ممكن ادخل اشترك عشان دول بس. محتوى تعليمي وفزت بمسابقة تيك توك كريتور هاب 2022. بقالي 3 سنين في صناعة المحتوى، وفي الفترة دي الحمد لله قدرت أوصل لأكتر من 1,300,000 متابع على السوشيال ميديا. كريبتات تشد الناس وتخليهم يكملوا الفيديو لغاية الآخر، للتصوير بأعلى جودة بأقل المعدات، لمبادئ المونتاج عشان تعمل ريلز زي اللي تمام. فانت بتشوف هل الموضوع تمام بالنسبه لك، المنصه عاجباك، تمام. فانت بتحصل على جميع الكورسات، واي كورسات بتنزل جديده بتبدا تظهر تحت هنا كده. فاي كورسات بتظهر جديده انت بالنسبه لك بتبدا ان انت يعني تلاقيها شغاله معاك عادي جدا. طيب نيجي على الجزئيه اللي بعد كده، وهي فكره الاشتراك. انت بتشترك لمدة سنة، السنة دي بتبدأ من يوم ما بتشترك. يعني انت لو اشتركت مثلا في شهر مثلا وليكن 1/12/2025، الاشتراك هينتهي معاك 1/12/2026. فالسنة بتبدأ من يوم ما اشتركت، مش ان السنة مثلا انت اشتركت في 1/12 1/1 الاشتراكات بتنتهي، لا، هي بتبدأ من يوم ما انت اشتركت، من الساعة اللي انت اشتركت فيها. اول حاجة خالص انت بتعمل انشاء حساب، وهنا بتبدأ تسجل اسمك الأول بالإنجليزي وليكن محمد MOHAMED، وهنا الاسم التاني داود مثلا على حسب انت برضه اسمك ايه. هنا بتبدأ تدخل البريد الإلكتروني بتاعك وليكن مثلا البريد دوت. انت بتبدأ بقى تدخل البريد الإلكتروني بتاعك، لأن البريد ده انت هتستخدمه بعد كده في التسجيل. وهنا بتدخل رقم الموبايل بتاعك 011 مثلا 43 هكذا لحد الآخر. وهنا بتبدأ تكتب كلمة سر وتعمل تأكيد كلمة السر، وبعدين تضغط على كلمة تسجيل حساب، هيبدأ يفتح معاك بالشكل دوت. هتبدأ تلاقي فوق هنا ان هو بيقول لك حتى 31 ديسمبر تقدر تشترك بكود الخصم الموجود. فانت هتقدر تضغط على كلمة تحصل على الخصم، بس انا هقول لك هنا على جزئية مهمة جدا، وهو ان انت تحذف الكود ده، تبدأ تستخدم برومو كود داود 23 DAOUD 23. انت هنا ملاحظ ان العرض اللي هم مدينهولك، تمام، انت هنا ملاحظ ان العرض اللي مدينهولك ب 399 جنيه. لو جيت عملت تفعيل هتبدا تلاقي ان انت هتحصل على العرض ده بكام؟ 350 جنيه، يعني طول السنه ب 350 جنيه. هنا ممكن تسالني تقول لي طب ايه ال 29 جنيه شهريا دي، هل انا ادفع كل شهر 29 جنيه؟ لا، هو هنا قسم ال 350 على عدد الشهور طول السنه اللي هم 12 شهر، فبيقول لك انت يعني اكنك بتدفع 29 جنيه في الشهر، لكن انت هتدفع ال 350 جنيه مره واحده. وهكذا بقى وانت بتشترك في اي وقت، مهما الاشتراك اتغير هتحط برومو كود داود 23 هتبدأ تلاقي ان الاشتراك اختلف معاك وبقى اقل سعر موجود. تمام كده، حتى لو ما بقاش 350 جنيه والسعر عالي، بس هتلاقيه نزل لاقل سعر موجود. عشان تبدأ تشترك بتضغط على كلمة اشترك الان، هيبدأ يفتح معاك بالشكل دوت. قدامك دلوقتي طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي البطاقة الائتمانية، ودي لو معاك أي فيزا معاشات، فيزا ميزة، أي فيزا معاك تقدر إن أنت تدخل وتسجل البيانات وتدفع. ولو مش معاك ومعاك فودافون كاش، تقدر إن أنت تعمل فيزا مؤقتة فودافون كاش وتبدأ تشترك بيها. تعالوا أوريكم الموضوع بطريقة بسيطة، بعدين نيجي نشوف موضوع فوري، لأن موضوع فوري برضه بسيط جدا. بتضغط على البطاقة الائتمانية،
أنت طبعًا لو معاك فيزا بتبدأ تدخّل بيانات الفيزا بتاعتك، هنا بتبدأ تدخّل الرقم اللي هو بيبقى موجود هنا دوّة تمام، اللي هو الرقم الطويل، وهنا بتدخّل اسمك، وهنا بتبدأ تكتب ال4 أرقام اللي بيبقوا موجودين تحت في الجزئية ديّة، بيبقوا موجودين تحت، ممكن يكونوا هنا أو هنا على حسب يعني البطاقة، والCVV ده الرقم الموجود في ضهر البطاقة. طيب لو أنت دلوقتي عايز تدفع فودافون كاش، فودافون كاش أنت بتروح جاي عامل نجمة 9 نجمة 100 شباك، وتكتب الرقم اللي أنت عايز تعمل بيه فيزا مؤقتة، الفيزا دي تقدر تدفع بيها على الموقع دوّة. طيب أنت دلوقتي لو ما دفعتش يعني عدّى 24 ساعة وما دفعتش الفلوس ما بتتخصمش من الحساب، بيتخصم 5 جنيه بس، ال5 جنيه ديّة عمولة إن هو يعمل لك فيزا مؤقتة. الفيزا المؤقتة دي بتطلع فيها 3 حاجات، الحاجة الأولى الرقم اللي أنت هتبدأ تضيفه هنا اللي هو ال4 أرقام دول والCVV تمام كده؟ دول بتبدأ إن أنت تدخّلهم وتكتب هنا اسمك عادي جدًا مثلًا وليكن محمد داوود، وهنا بتبدأ تدخّل الأرقام اللي ظهرت لك في الفيزا وهتلاقي الاشتراك اتفعّل معاك. طيب تعالَ أوريكم كده شكل الفيزا المؤقتة، فهي بتظهر لك بالشكل دوّة، فأنت بتبدأ تضيف الرقم دوّة هنا وبييجي لك في رسالة في الcard number والEXP ده بتبدأ تدخّل الرقم اللي هنا واللي هنا بالضبط، أنت بتكتب رقمين هو بيعمل فاصلة مع نفسه وبعدين تكتب الرقمين التانيين، يعني أنت اكتبهم أكنّهم جنب بعض على طول من غير فواصل. والCVV ده بتدخّله هنا بس قيمة الكارت تخلّيه على حسب الاشتراك، يعني مثلًا 350 بتخلّيه ب350 وبس كده. طبعًا أنت لو عملته ب360 مثلًا وهو خصم 350 فهتفضل 10 جنيه الباقية في حسابك، بس هيتخصم ال5 جنيه بس اللي هي بتاعة عمولة اللي هو ينشئ لك كارت مؤقت، وبتتخصم من الفلوس الأساسية مش من قيمة الكارت. تمام كده؟ دي كده طريقة الفيزا، وأنت لو معاك فيزا هتريّح نفسك وهتدفع منها الدنيا أمان يعني. تعالوا نرجع بقى للطريقة التانية وهي كود فوري، بتبدأ تضغط عليها وتضغط على كلمة اشترك الآن. هنا بقى بيظهر لك رقم مرجعي، الرقم المرجعي دوّة هو هنا طبعًا بيقول لك يرجى إتمام عملية دفع ب2000 جنيه، خُد بالك بقى من الجزئية ديّة، لازم تتأكد إن أنت رجعت هنا وضِفت promo code داوود 2 3 تاني عشان تلاقيه بقى ب350 وتعمل اشترك الآن، وبعدين كود فوري وتعمل اشترك الآن هتلاقيه بقى ب350 جنيه، خُد بالك من الجزئية دي. هتروح جاي واخد الصفحة دي screenshot لو أنت مش عندك أي طريقة تدفع بيها فوري، وتنزل على أي سوبر ماركت تقول له أنا عايز أدفع 350 جنيه على الرقم المرجعي دوّة. طب لو قال لك دلوقتي مثلًا ساعات بيبقى يقول لك الكود بتاعك إيه، فأنت بتقول له إن ده الكود، هو بيبُص في الصورة هو بيعرف وبياخد الحاجات اللي هو عايزها من الصورة. أول ما بيدفع الاشتراك بيتفعّل معاك مباشرةً. طيب موضوع الشهادات أنت مثلًا لو خلّصت أي كورس منهم، أنا مثلًا في كورسات خلّصتها، لإني بادخل أذاكر منها حاجات، فأنت لو خلّصت أي كورس منهم بتيجي كده على حسابي، ومن حسابي بتجيب الشهادات، هنا بتلاقي الكورسات اللي أنت خلّصتها وخدت شهادة فيها، يعني وليكن مثلًا كورس Google Ads دوّة بتعمل استعراض، فالشهادة بتبدأ تظهر معاك أهيّة، وده اللي هو الbarcode اللي بيبيّن إن الشهادة ديّة حقيقية مش مضروبة، وهنا اسم الCEO وهنا اسمك على حسب ما أنت مسمي الإيميل، تبدأ تعمل تنزيل للشهادة كده، وتحفظها في المكان اللي أنت عايزه، فهي بتنزل معاك PDF. طبعًا أنت زي ما قُلت لك كل الكورسات مفتوحة معاك في أي وقت، تقدر تدخل بقى في الكورسات زي ما أنت عايز، تابع معانا برضه في القناة لإن إحنا هنقول لك إزاي تستفاد من منصة أقصى استفادة. بس كده، السلام عليكم.